ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنعمل احلى برام لحمه بالخضار. طبعا بصراحه برام بيبقى حلو قوي قوي وبيبقى جميل قوي في الغدا لما تعمليه لاولادك. انا معايا دلوقتي لحمه مقطعاها شاورما، ممكن تعمليها مكعبات وممكن تقطعيها شاورما. قطعتها شاورما ليه؟ عشان ما تاخدش سوا بسرعه. يعني ايه؟ لما بتقطعيها حتت كبيره بتبقى ايه؟ بتاخد سوا كتير، لكن انا مش عاوزاها تاخد سوا. اهم حاجه تقطعي الحتت الصغيره دي وتصفيها من الميه، ما يكونش فيها ميه. انا دلوقتي لازم تسخني الحله ولازم ما تحطهاش بارده. ليه؟ انا هجربها اهوت لسه ما سخنتش. ليه؟ عشان لو حطيتها بارده اللحمه دي هتنزل ميه وانا مش عاوزاها تنزل ميه، عشان تستوى بسرعه. انا معايا دلوقتي حطيت معلقه زيت واحده، وبعد كده طبعا هنحط لا بهارات ولا ملح ولا اي حاجه دلوقتي خالص. انا دلوقتي هحط كميه اللحمه زي ما انتم شايفين. لو ربنا مقدرك لو ربع كيلو لحمه وعملتيه على كميه الخضار اللي انا هوريها لك ديت، صدقيني هتعمل غدا واحلى غدا كمان. اهي ده اهم حاجه، ما تقلبيش اللحمه دلوقتي خالص الا لما تلتقيها سخنت من الارضيه، وبعد كده هتلتقيها سهله معاكي. او زي ما انتم شايفين هسيبها وهرجع لكم تاني اوريكم انا هعمل فيها ايه. انا معايا دلوقتي في حدود ربع كيلو فلفل احمر على اخضر على اصفر، فلفل الوان، ومعايا ربع كيلو برضو بصل، ما هواش كتير ولا حاجه. انا معايا في الطاسه ديت معلقتين زيت كبار، هنحط البصل عشان تديله لون مصفر كده بس ما تحرقهوش. انت لو حطيتي معلقه ملح صغيره البصل هيدبل معاكي. هتجيبي البصل زي ما انت شايفاه اهوت، هتديله تقليبه حلوه كده، وبعد كده مش هنحط الفلفل خالص دلوقتي الا ما البصل يدبل معاكي ويدي اللون الاحمر الحلو ده اهوت. حطينا الملح ده عشان يدبل البصل، وهتديله برضو تقليبه زي ما انتم شايفين. على فكرة البرام ده بيبقى حلو قوي وممكن تاكليه مع رز. يعني اهم حاجة زي ما انت ممكن تاكليه بعيش وممكن تاكليه برز وبدي طعم جميل قوي. او لو عندك عزومة ممكن تعمليه فيها. صدقيني هي يعني يكفي كام نفر؟ يكفي له يجي 5 تنفار. شوفوا البصل لسه هندي تقليبة كمان زي ما انتم شايفين كده. خلاص البصل ادى اللون اللي احنا عاوزينه. هنجيب الفلفل ونقوم حاطينه اهوت. عاوزين لايك كده واحلى اشتراك منكم زي ما انتم شايفين اهوت. هنحطه الكميه كلها وبعد كده نديها تقليبه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. الكميه ديت ما هياش يعني تقولوا اللحمه قليله، لا اللحمه ما هياش قليله ولا قليل كمان. كل ده هيدوب في قلب البرام زي ما انتم شايفين. هنديله تقليبه وبعد كده هنرجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين اللحمه دلوقتي استوت، فاحنا ساعة ما اللحمة تستوي على طول هنقوم حاطينها على الخضار اهيت. استوت معاكم ومفيش فيها اي مية عشان نفرغها. شوفوا اهو، عشان احنا قطعناها زي الشاورما استوت بسرعة، ما خدتش اي سوا على النار. هتقلبي وبعد كده هتفرغي الكمية كلها. هنسيبها برضو لما نحط اللحمة لازم تسيب اللحمة بالخضار يدوبوا معاكي كده، يدوا دوبان كده. انا طبعا لغاية الوقت ما حطتش اي بهارات. هنفرغ اللحمة كلها وهنديها برضو تشويحة كده كله ببعضه. بعد كده البهارات اللي هنحطها، هنحط معلقة بابريكا، هنحط ال9 بهارات، الفلفل الأسمر والملح بس. 9 بهارات دول بيغنوكي عن أي حاجة، لأن أنا عاملة يعني فيها كل اللي أنت عاوزاه. هيت هنسيبها شوية وهنرجع نوريكم. هنعمل أحلى عجينة هتتحط على البرام كده. البهارات احنا حطيناها اهوت زي ما انتوا شايفين. العجينه اللي هنعملها معاكم ديت وهتتحط على البرام بتبقى جميله قوي. ممكن تعملي الكميه اكتر لان انا هعمل مش كتير، هعمل بس على قد البرام. بس اما نديها تقليبه ونرجع تاني نعجن العجينه معاكم زي ما انتم شايفين. هخلص وارجع لكم تاني. انا دلوقتي معايا كوبايتين دقيق. كوبايتين دقيق دول وعليهم ذره ملح، وهنحط فنجان لبن. اللبن ده ما يكونش سخن، لا خميره ولا بيكنج باودر اهوت. هتفضلي تقلبي بس ما تحطيش المواد السائله كلها عشان في دقيق ما بياخدش مواد سائله كتير. بس الفنجان هياخد الكوبايتين، يعني كوبايتين الدقيق يا دوبك بكفايه عليهم فنجان اللبن. ولو ما عندكيش لبن اعجني بميه، صدقيني مش هي برضه هيدي طعم حلو قوي. العجينه ديت هتبقى على وش البرام بس بتبقى بصراحه حلوه قوي اهيت. هنلم الدقيق هنخفيه كلته، وبعد كده بعد ما فيش اي نوع من الدقيق خالص هنقوم جايين حاطين معلقتين زيت.
معلقتين زيت دول بيدوا طعم حلو قوي للعجينه عشان تلموا بها العجينه كلها. هنعجن عجنه حلوه، كلنا عارفين ان المعجنات بتحب العجين، عشان تكسبي العجينه لازم تديها عجين حلو. احنا دلوقتي هنحط معلقتين زيت وتركنيهم وتسيبيهم شويه لغايه ما يهدوا. ما تفرديش العيش على طول، سيبي العجينه لما تهدى شويه عشان لما تيجي تفرديها تبقى سهله معاكي. انا دلوقتي معايا البرام ده حطيت فيه بطاطستين قطعتهم مكعبات، طبعا اختياري، اللي مش عاوز يحط ما يحطش، بس بصراحه بتدي طعم حلو قوي. احنا دلوقتي كله استوى، هنحط كله على بعضه عشان ونسخن الفرن. هشوفوا اهم حاجه لما تيجي تفردي العجينه الحله دي بتاع البرام ما يكونش سخن. يعني انا بخلص اهوت هفرده وهسيبه لغايه ما يبرد خالص، وبعد كده هندخله الفرن نهدي عليه. اهم حاجه تهدي عليه ما تولعيش من فوق. او كده هنفرد معاكي العجين، هيتفرد معاكي بسرعه عشان احنا سيبناها لما هدت. افردي معاكي مش هتاخد اي وقت. وبعد كده عاوزاكي لا تبقى تخينه قوي ولا رقيقه قوي العجينه، وتنضفيها من الدقيق خالص عشان ما يبقاش فيه دقيق، عشان ما يجيش على البرام يعني الاكل اللي فيه. صراحه برام اللحمه بالخضار بيبقى جميل قوي قوي وبيبقى حلو. شوفوا كده خلاص العجينه خلاص وما عادش عليها دقيق. هنقوم حاطينها على البرام. اهم حاجه تكوني مسخنه الفرن زي ما انا قلت لك. كل حاجه مستويه، البطاطس هي لسه هتاخد لها يعني ايه، يعني سوا بسيط، وبعد كده خلاص البطاطس ما بتاخدش سوا. احنا هنفرد. لو عندك لبن ادهني الوش لبن، لو ما عندكيش لبن معلقه زيت ودهنيها كلها، وبعد كده سمسم، اللهم صل على حبه البركه اللي انت عاوز تحطيه عشان يدي شكل حلو للعيش. شوفوا اهو احلى برام بالعجين طبعا احمر اهوت، وبسم الله ما شاء الله. لما هنعمله بالسكينه نفتحه بالسكينه، بصراحه الريحه حلوه قوي قوي، والعيش ده بيبقى جميل لما يعني تاكليه بالخلطه الجميله ديت. صدقيني هيعجبك قوي قوي. ولو عاوزه كتري وافردي معاها في قلب الفرن وحط الصينيه جنب البرام هتحمر وتبقى جميله. اهم حاجه شوفوا بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وطبعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.